أنا سلمى، في عمري 19 عام، يتيمة. ماتوا ليا والديا وأنا صغيرة. رباني خالي كان مزوج، والله مازال مرزقوش بالوليدات. هذيك الساعة من بعد ولدات ليه مرتو، 2 وليدات. تربيت معاهم بحال خوتي. كبرت، شديت الباك، وكان الحلم ديالي نولي محامية. والمدينة اللي أنا فيها كانت صغيرة، ما كانوش فيها الكليات. اضطريت باش نمشي أقرب مدينة كبيرة اللي متوفر فيها جميع الكليات. وخا خالي كان رافض الفكرة حيت أنا بنت وكان تيخاف عليا بزاف. مشى معايا حتى كريت واستقريت في واحد الدار قريبة من لافاك. وكي تتعرفوا ضروري تيكون في هذيك الدار طالبات اخرين، يعني تنكونوا مجموعين، وكل بيت فيه 2 البنات. انا كانت معايا واحد البنت كنت متفاهمه انا وياها، وما كنت تنهضر مع حتى شي وحده من غير السلام. وكانت معانا في الدار واحد البنت ما تتحملنيش، تقولي ما عرفت اش درت ليها، ما خلات كيف دارت ليا، ولكن عطيهم التقار من لافاك للدار ومن الدار لافاك. شويه شويه بديت تنمرض، ما بقيتش تنقد ناكل ولا نركز في قرايتي. معدتي ديما ضراني، وراسي ديما فيه الصداع. رجعت في العطلة للدار عند خالي، شافتني مرت خالي وهي تقول لي التوكال هذا اللي فيك. قلت لها شكون اللي غادي يعطيني التوكال؟ ما تنهضر مع حد، ما تنجبد مشاكل، داخله سوق راسي وطالبه غير السلامه. قالت لي دابا تشوفي وتجي على هضرتي. داتني عند واحد المراه تعبر التوكال. فعلا هذاك الشيء اللي قالت لي هو اللي كاين. عطاتني واحد السطل عامر بالعشوب، قالت لي شربيه كله باش ترضي. شربته وما كايناش واحد 5 دقائق حتى بديت تنرجع. لقيت الضفار اخوتي، الضفار كانت باغيه تصفيها ليا. من بعدها حسيت براسي بخير الحمد لله، وما بقيتش كملت القرايه. جا واحد ولد الناس خطبني وتزوجنا، ومشات ايام وجات ايام، وتلاقيت مع البنت اللي كانت كاريه معايا. بقات تقلب عليا حتى لقاتني فين ساكنه، وقالت لي على كل شيء بانه البنت اللي ما كانتش تتحملني دارت لي التوكال. وقالت لي سمحي لي، ما كنتش تيجيني النعاس وضميري كان معذبني حيت كنت عارفه هاد الشيء. وخلاص مني عرفات بان الاخرى دارت واحد الكسيده ومشاو ليها رجليها بجوج. وقالت لي دابا تنطلب منك السماحه، حتى حاجه ما بقات بغات تيسر ليا، لا قرايه مقوده ولا خدمه ولا زواج. حياتي تقلبات. من بعد هاد الشي عرفت بانه كما تدين تدان، والصمتة دايره، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. وهذه هي اخر الحكايه. نتمنى قصة اليوم تعجبكم وتكون عبرة لكم. مع السلامة، حتى الحكاية جديدة وقصة واقعية.